السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول الإعدادي، أهلا وسهلا بكم أبطال في فيديو جديد. النهاردة هنحل مع بعض كتاب المعاصر إنجليزي والإعدادي صفحة 85 ل 94. والبسم الله ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة يا أبطال عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا. السؤال الأولاني choose the correct answer from A B C or D. أول حاجة بيقول لك الأوديو ريكوردينج اللي هو التسجيل السمعي help auditory learner بيساعد المتعلمين السمعيين ريفايز إن هم يراجعوا. إنما كاينستاتيك يعني حركي، فيجوال يعني بصري، عندك أكتف يعني نشيط. I didn't understand the lesson. أنا مش قادر أفهم الدرس، لذلك I asked the teacher بطلب من المعلم for explanation بطلب منه شرح. effective study المذاكرة الفعالة هتقول له technique اللي هي أساليب المذاكرة الفعالة، techniques اللي هي تاخد كلمة techniques يعني أساليب. can improve learning تقدر إن هي تحسن التعلم. طيب رقم 4 things اللي هي الأشياء that are related to sight المتعلقة بالإبصار and seeing والرؤية are called دي بتسمى بالvisual يعني بصري. طيب رقم 5 يا شباب organize يعني بينظم، means بتعني to arrange ان انت ترتب to put things او تضع الاشياء in particular order في ترتيب معين or a neat way او بطريقة أنيقة. طيب هنا رقم 6 when you know how you learn best لما انت عندما تعرف كيف تتعلم افضل you can choose تقدر ان انت تختار the right method الطريقة الصح for yourself لنفسك. طيب هنا بيقول لك we need احنا بنحتاج to share opinion ان احنا نشارك افكارنا and discuss ونناقش البروبلمز المشكلات to find solution عشان نجد حلول. الكاينستاتيك اللي هو الحركي is related to متعلقة بالهندس الأيدي on activities أو الأنشطة this mean ده بيعني it's about هتقول له physical action بالأفعال الجسدية. إنما أسلوب بطيء عندك audio يعني سمعي، عندك mental يعني عقلي. بيست انا بتعلم افضل وين اي هتقول له دو اكتيفيتيز لما بعمل الانشطه ويز ماي هاندز بايديا. طيب هنا بيقول لك الفيجوال ليرنرز المتعلمين البصريين اوفن ميك مابس دايما غالبا بيعملوا خرائط اند شارتس ورسومات توضيحيه تو اورجنايز انفورميشن عشان ينظموا معلوماتهم. طيب هنا يا بطل الانفورجيتابل يعني لا ينسى اند ميموريبل يعني خالد للذكرى ار سينونيم بتكون ترادفات، انما هنا انتمز تضادات، اوبزيتس اللي هي العكس، فيربس افعال. we can get the adjective نقدر نحصل على الصفة from the word من كلمة success by adding the suffix احنا ممكن بإضافة اللاحقة ايه ال FUL تبقى successful ناجح، يبقى احنا كده حصلنا على ايه على الصفة. طيب يقول لك هنا رقم 13 regularly يعني بانتظام means بيعني doing something انت بتعمل شيء ما often غالبا at the same time في نفس الوقت، يبقى دي حاجة اسمها حاجة بانتظام انت بتعملها في نفس الوقت، يبقى ديت حاجة ايه منتظمة، يبقى regularly. انما successfully يعني ايه يعني شجاع، عندك هنا poorly يعني فقير، rarely يعني نادرا. طيب رقم 14 successful ناجح، a successful student الطالب الناجح is someone بيكون شخص هو achieve اللي بيحقق what they wanted to do هو بيريد ان هو ايه هو عايز ايه بيحقق اللي هو عايزه. distracted اللي هو مشتت، عندك difficult صعب، regular منتظم. طيب reading widely القراءة can make your language تخلي اللغة بتاعتك skills better وتخلي مهاراتك أفضل. this mean ده بيعني it can improve your skill تقدر إن هي تطور وتنمي مهاراتك، إنما harm بيضر waste يهدر reduce بيقلل. حسن isn't messy يعني حسن مش فوضوي، he is very هتقول له clean معذرة يا شباب he is very clean هو بيكون نظيف جدا and neat وأنيق. طيب هنا بيقول لك to study effectively عشان تذاكر بفاعلية you should يجب عليك try to avoid distraction يجب ان انت تتجنب المتشتتات. طيب when studying is difficult لما الدراسة بتكون صعبة هتقول له هنا taking a short notes اكتب ملاحظات can be helpful ممكن تساعدك. طيب the suffix اللاحقة ال ION changes the verb تغير الفعل. distract بيشتت into a noun للnoun تبقى distraction يعني تشتت، بقت اسم noun اهي. we can from the adjective from the verb نحصل على الصفة من الفعل enjoy يستمتع by adding the suffix ان احنا نضيف اللاحقة ال ABL اللي هي enjoyable يعني ممتع، يبقى احنا كده خدنا الصفة منها. دي كده كانت صفحة كام؟ صفحة 86. يلا بينا على صفحة 87. ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة. عندك محادثة كده في نهاية صفحة 87 بيقول لك هنا complete the following dialogue كمل الحوار. مازن and ساها and صلاح are talking about learning styles بيتكلموا عن أنماط التعلم.
بيقول له هنا which learning style do you prefer، اي نظام تعلم انت بتحبه. قال له I prefer the kinesthetic style، بحب النظام الحركي. قال له kinesthetic، بيتعجب كده. قال له why do you prefer it، ليه انت بتحبه؟ قال له because it like I like hands، لان بحب ايديا، and activities، بحب الانشطه اللي بتكون بالايد. what about you، ماذا عنك؟ قال له I am visual learner، انا متعلم. قال له هنا متعلم بصري. قال له هنا what is your favorite school subject، قال له I love science، انا بحب العلوم. طيب قال له هنا why do you love science، ليه بتحب العلوم؟ قال له because I like doing experiment، بحب اعمل التجارب in the science lab، في معمل العلوم. ودي صفحه 87. يلا بينا يا بطل نكمل باقي التدريبات. ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناه، اكون متشكره جدا ليك. لو انت بتستفاد معلومه معايا في الفيديو ما تبخلش عليا باللايك، اللايك ده بيساعدني ان الفيديو يوصل لاكبر عدد من اصدقائك وزمايلك، والكل يقدر يشاهد الفيديو ان شاء الله. يلا بينا بطل. عندنا هنا في الريرايت صفحة 89، صفحة 89. طيب نصغر الشاشة شوية كده عشان الريرايت يبان كله. بيقول لك هنا أول جملة I am not able to answer the question، أنا غير قادر على إجابة السؤال. بيقول لك can't يعني لا يستطيع، تقول له I can't answer، can't بيجرر فعل في المصدر. I can't answer the question يعني أنا لا أستطيع الإجابة على السؤال. طيب he develops his learning habit، هو بيطور عادات الإيه؟ التعلم. استخدم كلمة كان، يبقى he can develop his learning habits، هو يستطيع تطوير عادات تعلمه. I don't drive a car، أنا مش قادر أسوق السيارة. كلمة can't يبقى I can't drive a car. can you help me، ممكن تساعدني with the problem، في المشكلة. are you able to help me، هل انت قادر على مساعدتي with this problem، في هذه المشكلة. طيب رقم 5 هتقول له we can focus better، احنا نقدر نركز افضل. when ايه، هتقول له when our teacher use mind map، معلمينا بيستخدموا خرائط ايه ذهنية. رقم 6 هتقول له عماد كان repair his computer alone، يعني عماد يستطيع تصليح الكمبيوتر بتاعه بمفرده. وتكمل الجملة من اول repair هنا وتكمل بقى his computer alone، تكملها. ودي نفس النظام برضه، من اول when وتكمل الجملة. طيب أميرة is able to teach us English، أميرة قادرة إن هي تعلمنا إنجليزي. استخدم هتقول كان، يبقى أميرة can teach us English. هنا بيقول لك التدريبات المعاصر، أول واحدة هتقول له he can learn a new language، هو يقدر إن هو يستطيع تعلم لغة جديدة. his free time، في وقت فراغه. دي صفحة 89. يلا بينا شباب. هنا صفحة 90 بيقول لك is she able to swim، هل هي قادرة على العوم أو السباحة. استخدم كلمة does، يبقى does she have the ability، هل هي لديها القدرة تسويم إن هي تعوم. can you find the mistake in this sign، كمل بقى الجملة خلاص. how can you play football، كيف تستطيع لعب كرة القدم. كان حسن drive a car، هل حسن بيستطيع قيادة السيارة. choose the correct answer، أول واحدة. we can focus better، نقدر إن احنا نركز أكتر أو أفضل. when we have a goal، لما يكون عندنا أهداف. my favorite subject، مادتي المفضلة is English، بتكون إنجليزي. I can speak it، أنا أقدر أتحدثها it very well، كويس جدا. طيب she can't ride a bike، هي لا تستطيع ركوب الدراجة. she is 1 year old، هي عندها إيه؟ سنة. طيب هنا بيقول لك يا بطل how can we make learning easier، ازاي نخلي التعلم اسهل. رقم 5 can you do the science experiment، هل تستطيع عمل تجارب العلوم. قال له yes I can. بيقول لك find the mistake and correct، واوجد الخطأ في الجملة وصحح. we can't remember، هتقول له لا we can't بيجي كان وكانت بيجي وراها فعل في المصدر، يبقى remember خلاص، هتشيل اس. طيب الجمله الثانيه student كان يوز، لا كان يوز، ما احنا لسه قايلين كان بيجي وراها الفعل في المصدر، يبقى كان يوز. هنا هتقول له كان يو فايند ذا ميستيك، مش ار يو، كان يو. طيب هنا يا بطل يو كان، هتقول له ايه كان يو. طيب بدل ار في الثالثه دي هتكتب مكانها كان، ويو كان هتكتب كان يو. طيب I can answer this question، اقدر اجاوب على هذه الاسئله because they are easy، لانها سهله. يبقى هي answering دي هتقول له كان answer، كان بيجي وراها الفعل في المصدر. هتقول له هنا I improve، هنا هتقول له I can't، هتقول له لا I can solve the problem very well، بقدر احل المشاكل كويس جدا. دي كده كانت صفحه كام؟ صفحه 90. يلا بينا نحل باقي التدريبات. ما تنسوش يا حبايبي اهم حاجه حطوا لي لايك للفيديو واشتركوا في القناه، اكون متشكره جدا ليك. صفحه 93 في الريرايت بيقول لك هنا ريرايت ذا فولوينج سنتنس، قاعد كتبت الجمله. طيب هتقول له لوك انظر هي از ووكينج تو سكول، هو بيتمشى للمدرسه. الجمله الثانيه بيقول لك استخدم كلمه ناو، يبقى they are visiting grandparents a farm، هم بيزوروا طبعا مزرعه الاجداد. طيب هنا يا بطل في الريرايت اول واحده عندك هنا في الاكسرسايز يا شباب، اول واحده في الريرايت بيقول لك استخدم كلمه ناو، هتقول له we are having lunch together at home now، يعني احنا بنتناول الغداء الان في ايه سويا في المنزل الان. رقم 2 هتقول له the student، الطلبه are revising، بيراجعوا for the exam، للامتحان.
طيب هنا يا شباب رقم 3 هتقول له my brother اخويا is fixing the computer بيصلح الكمبيوتر at home في المنزل. رقم 4 هتقول له we are planting flower احنا بنزرع الزهور in the garden right now في الحديقة الآن. رقم 5 my father is organizing his work يعني والدي بينظم العمل بتاعه by using باستخدام هتقول له هنا الشارتس الخرائط at the moment في تلك اللحظة. she is studying science هي بتدرس العلوم with her father مع والدها right now الآن. she is traveling by train هو بيسافر بالقطار to Alexandria now للإسكندرية الآن. ودي صفحة 93 يا شباب. يلا بينا على صفحة 94. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة حبايبي عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا. السؤال الثامن the baby cries loudly هتقول له هنا listen استمع the baby is crying loudly the baby is crying loudly. رقم 9 are they cooking now رقم 10 be quiet يعني يكون هادئ the baby الولد is sleeping in his room الولد بيكون نايم فين في غرفته. what is حسن reading now يعني حسن بيقرأ ايه الآن. رقم 12 هتقول له I am learning أنا بتعلم new vocabulary كلمات جديدة at the moment في تلك اللحظة. نيجي بقى لل choose the correct answer يا شباب. أول حاجة هتقول له I am revising my vocabulary أنا براجع الكلمات بتاعتي notes right now الآن. I am learning English أنا بتعلم الإنجليزي with my friends مع أصدقائي. رقم 3 he is watching a film هو بيشاهد فيلم in the cinema now في السينما الآن. look انظر the children الأولاد are playing بيلعبوا in the garden في الحديقة. طيب رقم 5 هتقول له I am not sleeping أنا ما نمتش. you can talk with me يعني ممكن تتكلم معايا الآن. رقم 6 she is cooking lunch هي بتطبخ الغداء in the kitchen في المطبخ right now الآن. رقم 7 is he working at present في بيقولك هنا رقم 2 find the mistakes in the each sentence and correct it يعني أوجد الأخطاء في الجمل وصحح. do you making a mind map هل أنت بتعمل خرائط ذهنية now الآن. هتقول له are you مش do you. طيب why do you making a map ليه أنت بتعمل خرائط. هتقول له هنا why do you make. خلاص I am learn هتقول له I am learning now أنا بتعلم الآن vocabulary كلمات at the moment في تلك اللحظة. he is practice hard هو بيتدرب بجد to win the match عشان يفوز بالماتش. هنا تستخدم كلمة practice تبقى practicing. تقول له they are trying solve the problem حل المشكلة. ودي صفحة 94. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش يا ابطال اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد من حل التدريبات والواجبات يا شباب. باقي الصفحتين اللي هم صفحة 96 و 97 في فيديو مستقل ان شاء الله. ما تنسوش تحطوا لنا اكبر عدد من اللايكات. شيروا الفيديو لاصحابكم. مع السلامة.